كذب من زعم إنه يحب الحسين ولا يصلي الفجر في وقتها. كذاب. لا تقل لي يبكي، حتى عمر بن سعد يبكي. أنا هاي مال البواكي كلها تبكي على الحسين. يقول الصبح اللي عنده علاقة بالحسين صلوات الله عليه عنده ارتباط باثنين: صلاة الصبح وسورة الفجر. سورة الفجر بالقراءة السريعة تاخذ من عندك 3 دقائق ونص. أقل مقطع فيديو يمكن تشاهد أنت هسه بالتليفون هو 3 دقائق 5 دقائق. سورة الفجر تاخذ منك 3 دقائق ونص. احسبوا يا حتى خافوا يقولون واحد سووها هواية علينا. لا، 3 دقائق ونص. سورة آل ياسين الفجر تهدى إلى فاطمة الزهراء صلوات الله عليها، خصوصية. هسه شو تحصل من وراها ما أدري. سوي العمل وانت حصل، ما أقول لك أنا. انت سوي العمل وشوف شنو تحصل من وراها. جرب وشوف، ما خسران شيء. آل ياسين بالقراءة السريعة ايش قد تاخذ منك؟ 12 دقيقة، ومن هناك عندنا 3 دقائق، صار عندنا ايش قد؟ 15، يعني ربع ساعة. خب. يقولون لابد واجب عليك يوميا تقرأ قرآن تهديه صاحب الزمان الفجر، يعني صاحب الزمان قاعد، هذا وقت صاحب الزمان. القرآن تهديه ايش قد تقرأ قرآن؟ كيفك، نص صفحة، نص صفحة يصير 9 أسطر أو 8 أسطر تقريبا، هالحدود هاي. ايش قد ياخذ منك؟ خلي ياخذ من عندك 3 دقائق. هواي مو طن؟ 3 زايد 3. ايش قد صار عندك؟ 18 دقيقة. أنا خابرك بصلاتك، صلاة الصبح كلها 5 دقائق ما تطول. هم تجويد عليك. هاي ايش قد صار عندنا؟ لحد الآن ترى احنا بعدنا بالثلث، نشتغل بالثلث ساعة هاي. بالإضافة إلى ذلك دعاء العهد اللي هو من ثوابت المنتظرين. يعني الكذاب هذا اللي يقول أنا منتظر ما يقرأ دعاء العهد. لا، مو ما يقرأ، خلينا شوية أعظمها، اللي ما حافظ دعاء العهد أصلا.